بقينا غاديين انا ونهشل مورا ايتري، هو يسولو نهشل قال لي علاش كلشي باغي يقتلها. قال لي ايتري هو تيقلب على شي حاجه باش يعرف الطريق منين دازو. قنديشه ماشي عندها غير قوه الاستحواذ على العالم الثاني والثالث، ولكن الدم ديالها غادي يكون عنصر مفيد للسحره والدجالين، حيت تقدر تكون سبب في فتح معظم بوابات العوالم كامله. وديك التوحيمه اللي عندها في العين اليسريه ديالها غادي تكون هذيك هي السبب باش غادي تحيد من الدنيا وغادي تعطيك قربان للشيطان الاكبر، حيت الدم ديالها بكل بساطه كيتعتبر اقوى القرابين باش ممكن السحره ياخذوا القوه والسلطه. قلت لي انا قنديشه ما قدرتش تسخر الشياطين ديال داك الراجل، شنو هو السبب؟ قال لي ايثري هو راه عنده الهاله الناريه، الهاله اللي كتستمد القوه ديالها من باقي الهالات، وراني كنظن بلي هو راه قتل بزاف د الناس اللي عندهم نفس الهاله ديال قنديشه، داكشي علاش القوه ديالو كتفوق القوه ديالها. حتى كينقز نهشلو تيقول لنا ما عندهم حتى شي اثر في هذه الغابه، وقيلا فقدنا قنديشه وهاد المره للابد. قال لي ايثري ما غاديش نفقدوا الاثر ديالهم بالخصوص الا كانوا باقيين هنا. شبك يدي عاوتاني هو يغمض عينيه، بدا تيقرا شي طلاسم وتيتحرك بهاد الطريقه، واقفين حنايا غير كنشوفوا ما قادرين نقولوا والو. بدا شويه ديال الوقت هو يحبس مابقاش كيقرا دوك الطلاسم ويقول لنا هو مصدوم، راه خو البلاد راه ما بقاوش هنايا. من هو الصدمه بديت كنغوت وتنقول لي كيفاش حتى انتقلوا من هنايا، ما يمكنش. قال لي ايثري بالطريقه باش جيتوا حتى نتوما لهنايا بطلسم الانتقال، ولكن راه القرين ديال قنديشه خلاو واحد الطاقه من موراه لقاوها الشياطين ديالي باش يقدروا يحددوا البلاصه فين كاينين هما. نقزنا نشلو ويقول لي فين هما دابا. قال لي ايثري حاليا كاينين في مصر. قال لي نشلو واش انت متاكد كاينين في مصر؟ قال لي ايثري التصرف ديال القرين قنديشه هو بمثابه الدليل خلاه ليا باش نقدر نتبعوه. قال لي نشلو واش القرين اديمون ما قادر يدير والو؟ قال لي ايثري مع الاسف القوه ديالو بدون قنديشه ما عندها حتى شي معنى. كنهضر انا مع ايثري كنقول ليه ودابا شنو غادي نديرو؟ مد لينا يديه هو يقول لنا شدوا في يديا غادي نقرا طلسم الانتقال باش نمشيو للبلاصه فين كاينه هي دابا. نفذنا الامر ديالو، شدينا ليه في يديه ودازو غير بضع دقائق حتى تلقاو راسنا في واحد البلاصه اللي عباره عن غرفه الضو ديالها شبه من ادم بزاف باش كنشوفوا الوجه ديال بعضياتنا. قال لنا شلو دابا فين حنا السي ايثري؟ كيجاوبو كيقول لي حنا دابا في وحده من الغرف اللي كاينه تحت الاهرامات دميصر. نهشل نسى قنديشه وبغى يطير بالفرحه، قال لي انا راه هنا في البلاصه اللي كنحلم نجي ليها منين كنت صغير. دار لعندي كيشوف فيه ويقول لي واش عرفتي هاد البلاصه هادي شحال فيها ديال القوه اللي تقدر تعطاك واخا تكون غير مسخر جيد لكائنات العالم الثاني. قال لي ايثري هذاك الشيء علاش جابو قنديشه لهنا. كنت كنهضر انا مع ايثري قلت له وفين هما دابا اشنو غادي نديرو؟ قال لي ايثري كيخصنا ما نقربوش ليهم بزاف والا غادي يحسوا بالقوه ديالنا وغادي يهربوا مره اخرى. صراحه طلع لي الدم، قلت له شنو دابا غادي نخليوها يقدموها قربان للشيطان ديالهم؟ قال لي ايثري غير صبر غنخليهم يبداو مراسم الشيطان وغادي نقتحموا الغرفه ديك الساعه، غادي الحركه ديالهم تعرقل شي شويه وما يقدروش يهربوا. صراحه الهضره ديالو بدات كتدخلني الشك ونقول له علاش زعما؟ قال لي ايثري حيت الا هربوا راه غادي الشيطان يطلع ليه الدم وغيتقلق منهم وغادي يقتلوا كاع، وهذا الشيء اللي بغينا حنايا. طلع لي الدم بزاف وانا نقرب لعنده ونقول لي لو وقعت ليها شي حاجه راه ما غاديش نسمح لك انت والحساب ديالي غيولي بيني وبينك. قربني نزل كيحاول يبردني وتيقول لي اسكت انت السيد راه عارفه شنو كاين. قال لي ايثري غادي نعطيك واحد من الطلاسم اللي غادي نحتاجوه تما في المعرض، غادي تعقل على الهضره اللي كنقولها ولكن ما ترددوش ما تقولوش دابا حتى نقولها لك انا. بدا تيعاود واحد الهضره قدامي بالامازيغيه اللي الحروف ديالها كانت غريبه عليا شويه، ولكن كل ما كان كيعاود كل ما كانت كتلصق ليا. بقينا جالسين كنتسناو يبداو هما المراسم ديالهم بعد ما تاكد ايثري بلي راني عاقل على داك الطرسوم مزيان. بقيت جالس شي شويه كنهضر مع راسي وتنقول واش هذا هو الحلم اللي كنت كنطمح ليه منين كنت صغير؟ واش هادشي اللي كنت باغي نكون زعما؟ تقطع الحبل ديال الافكار ديالي من بعد ما هضر معايا ايثري ويقول لي دابا مشيت كنقرب لجهه ناجي اللي كنداه النعاس، رغم انه شخص اللي كيكون حماسي في هذه الامور هذه. صراحه من النادر انني نشوفو تايه وغادي بدون وجه، حتى بديت كنحركو وكنفيقو كنقول ليه ناجي نوض حل عينيه يبزز ويقول لي شحال ديال الوقت وحنا هنايا؟ قلت ليه تقريبا شي 5 السوايع. يلا تحرك. وقف ناجي وبدا تيحك عينيه وتيقول لينا واش زعما نتوما ما قادرينش تدخلوا غير بوحدكم وتنقضوا قنديشه؟ قال لي ايثري الوجود ديالك غادي يكون مهم معنا حيت انت هو الطول. ناجي طلع ليه الدم بدا تيشوف ايثري ويقول لي كيفاش هذا الشيباني القصير انا راه ما غاديش نعرض حياتي للخطر. قال لي ايثري انت ما غاديش تعرض للخطر انت غادي تكون غير طال. قال لي نشلو طالع لي الدم قال لي شنو هو الفرق؟ راه نفس الحاجه تقريبا. قربت عنده وانا نقول ليه غير دير داكشي اللي قال لك السيد راه عارف اش كيدير. نشل طلع لي الدم وغادي وكيقول لي ما كانش عليا انا نسمع الهضره ديال الجامعي من الاول. درت عند ايثري كنهضر معاه وانا نقول ليه اشنو دابا شنو غادي نديرو؟ كيجاوبني كيقول لي غادي نمشيو لاقرب غرفه ليهم غادي نجلسوا تما ونهشل غادي يمشي عنده من موراها حنا غادي نلحقوا عليه. قال لي نهشلو طايحه عليه الغدينه صافي يلا بدينا غاديين في دوك الممرات اللي كيشبهوا المتاهه. بعض الممرات كانوا مضيقين لدرجه اننا دزنا غير بالجنب حتى وصلنا لوحده من دوك الغرف. صراحه انا ما فهمت والو. درت عند ايثري وانا نقول له راه كتشبه الغرفه اللي بحال جينا منها دابا. قال لي ايثري هذه هي المتاهه الفرعونيه تبنات تحت الاهرامات شحال هذه بنوها الفراعنه باش يحضروا الشياطين في الليالي الشيطانيه، وكل غرفه من هادو تبنات في وحده من الليالي. مثلا هذه الغرفه هذه اللي حنا فيها تبنات في وحده كتسمى الليله السوداء، وسبب هذه التسميه كان هو في ديك الليله كان خسوف القمر. وهنا في هذه الغرف هذه كتصنع طقوس شيطانيه اللي قويه بزاف
وهذا المكان هذا بالضبط راه مازال ما تكتشف. اللي عارفين هما الصحراء اللي قادرين ينتقلوا باش يدوزوا ليه. قاطعوا نهجل ويقول ليه وفين هي الغرفه اللي تصنعت في الليله القمريه. قال لي ايثري حنا غادي نبقاو هنا، موراها انت غادي تمشي غتبع هذا الممر هذا نيشان وغدور عليه يديك اليسار غتلقاهم تما. سولت ايثري وانا نقول ليه واش القرين ديال داك الزعيم زعما ما يقدرش يحس بينا. جاوبني ايثري ويقول لي لا ما يمكنش، حيت هاد الغرف هذه فيها بزاف ديال الطاقات والقرين ديالو ما يمكنش يرصدنا. قال لي نهجلو كيفاش حتى عرفتي بلي راه قنديشه كاينه هنايا. قال لي ايثري غير حيت القرين ديال اديمون الهاله ديالو قويه. زهره اروم هي زهره العشاق، هي نبته معمره كتنتمي لعائلات القلقاسيه، والرضا زوينه ولكن ما كنشوفش ان الحب مرتبط بها، حيت الورد في الاخر كيموت من بعد ما كنقطعوه، حتى ولو اعتنينا به بكل الطرق، وهذا هو الحب. حتى لو حاولتي جاهدا انك تحافظ عليه فراه في النهايه غادي يختفي كانه لم يكن. قرابين الموت. الحب هو اكبر عدو للانسان. عمرني ما ظنيت انني غادي نحس بنفس الضعف اللي حسيت من نهار قتلت الراجل اللي كنت كنبغي من شحال هادي باش ننتقل ليا اللعنه ديال داك الشيطان اللي كان كيعاني منه. ولات حياتي مورا داكشي غير خطوره وكنتقل من خطر لخطر. صراحه هاد اللعنه هذه كلفتني معركه كبيره، موراها مشيت لجأت لشمهاروش باش يحاول يفكني منها، ولكن رفض حيت كيعتبرني هي العدوه الاولى ديالو وانا كنشكل خطر عليه. هذاك الشيء علاش كرست حياتي كامله موراها غير باش نسخر الشيطان، ومن موراها بعامين قدرت انني نسخرو ونتخلص من ديك اللعنه. وانا دابا كندير نفس الغلط وطحت في الحب ديال واحد الشخص اللي عنده لعنه اقوى من الاولى. واش انا حياتي مرتبطه غير باللعنات ولا الحب في حياتي هو اكبر لعنه؟ وامير رغم الحاله اللي كيعيش فيها قدرت نشوف فيه الامل ديال الحريه ديالو، ومنين طلب مني باش نقتلوه حسيت ان القصه كتعاود مره اخرى، وخيبه الامل ديالي ما قدرتش نتحكم فيها. واللي زاد الحزن ديالي هو منين سمعت نهجل تيقول ليه راه قنديشه تقدر تغدر بينا. فاش خرجت من تما ومشيت غادي قصد الدار ديال داميو وهو تيحاول يبرر ليا، كنت عارفه ان حرفيا داكشي اللي كان كيقصد. كان نهجل هو اكثر واحد ما كيثيقش بيا، ونقدروا نقولوا كان ديما كيحافظ على واحد المسافه بيني وبينه، والهدف من طبيعه الحال هو يحمي راسو مني انا. والوجود ديال داميا كان ضروري في هذه الرحله، حيت صراحه كنت كنحس بها اختي، ما كنتش كنحس بها غير الانسانه اللي تلاقيناها. فاش وصلت عندها للدار دقيت عليها الباب خارجه عندي، ما قدرتش نحبس راسي والدموع دوتي نزلوا بحال الشلال من وجهي، دموع اللي دافيه وكان الحزن غالب ليا على الملامح د وجهي. صراحه داميا تخلعت عليا وبدات كتسولني مسكينه واش بخير واش هانيه. بقيت كنشوف فيها وانا نقول لها واش يمكن لي ندخل. حيدت من الباب ومشيت بالزربه للبيت اللي كيجلسوا فيه الضياف عندهم. صراحه ما خلاتنيش بوحدي، تبعتني وكلت كتسولني واش هانيه واش بخير اشنو طاري. سولتها وانا نقول لها واش الحب كيتعتبر لعنه. سولتني داميا تقول لي شنو كتقصدي. ما قدرتش نحبس راسي عاوتاني وبديت كنبكي والدموع هابطين من وجهي، وانا نقول لها واش بغاو يعاودوا معايا عاوتاني نفس القصه. داميا مسكينه ما كانت فاهمه والو وانا ما بغيتش نشرح ليها اكثر، غير عنقتها وبديت كنبكي. هي مسكينه ما قدرتش هي تحبس راسها، عنقاتني وبدات كتقيسني لظهري وكتقول لي الجراح كامله غادي تولي غير ذكريات عابره. حاولي ديما تبقاي تضحكي وديما حاولي تشوفي الجانب المشرق في الحياه. بديت كنتهد حيت الهضره ديالها كتدخل الخاطر، التنفس ديالي بدا كينتظم، دوك الشهقات اللي كانوا كيطلعوا من صدري ما بقاوش. بديت تقول لي اذا كاين شي واحد اللي جرحك. قلت لها وانا كنمسح الدموع من عينيا، انا اللي درت الخطا، انا اللي حليت قلبي لي. سولتني داميا وهي تقول لي واش هو ما عارفش. قلت لها للاسف لا. وهي تقول لي واش انا كنعرفو. حضرت راسي وانا نقول لها للاسف وهي تسولني وهي تقول لي شكون هو. قلت لها انير. بيضحك داميا وهي تقول لي ويلي انير راه انسان اللي ظريف وزوين وهذا، حاولي تعترفي ليه بالحب ديالك وراه ما يكون هي الخير. سولتها وانا نقول لها ويلي زعما نديرها نتشجع. قالت لي داميا انير من الاشخاص اللي ما كيتخالطوش مع بزاف ديال الناس، الهم ديالو هو الكتوبه اللي كاينين عند ايثري، يقدر يكون حتى هو كيحس بشي حاجه من جهتك. كانت الهضره ديالها كتعطيني شويه د الامان، وبديت كنسولها على الطريقه كيفاش غادي نعترف ليه، حتى كنسمع الصوت ديال الوالده ديالها كتقاطعنا وكتقول لنا وصلت الوقيته ديال الماكله، جوع عطيو المستكشفين ديالنا ما ياكل. الوالده ديال داميا كانت واحد المراه اللي مجاهده بالنسبه لينا، كانت هي اللي مكلفه بالماكله ديالنا. المده ديال سنه كامله اللي عشناها في ديك القريه كانت بمثابه لينا. منين خرجنا من ديك الدار هازين ديك الماكله باش نمشيو عندهم، تيبان لي انير وحسيت بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ما قدرتش نكبح راسي، مشيت كنجري لعنده باش نعرف شنو طاري، حتى كيجينا واحد الهجوم من بعد ما حس القرين ديالي بالخطر. ما قدرتش نحمي راسي منهم حتى فقدت الوعي وما بقيتش عارفه فين انا. ومنين حليت عيني لقيت راسي مربوطه بين يدي ورجليا، جالسه في الارض. يلا بغيت نهضر قرا واحد الطلسم اللي منعني على الكلام. هاد الطلسم هذا كان قادر انه يمنعني حتى من قراءه الطلاسم. ومنين حس بيا الزعيم ديالهم رجعت الوعي ديالي، قال لي مرحبا بك في مصر. كنحرك راسي من هول الصدمه، كنحاول نكتشف داك المكان، كتبان لي واحد الغرفه اللي مظلمه والشموع ديالها براسهم اللون ديالهم كحل. يلا كنحاول نقاوم دوك القيود اللي كانوا شاديني في يدي ورجليا، حتى كيضربني بواحد الركله للكرش ديالي، كنحس براسي غنفقد الوعي عاوتاني، وانا راسا ما بقيتش باغا نتحرك. حتى كنسمع واحد من الخدم ديالو كيقول لي شنو هي الاوامر ديالك. القمر بدات تتحول اللون ديالو القرمزي. ابتسم الزعيم وهو يقول لهم قطعوا ليها حوايج، وبداو ترسموا علامات الشيطان في الكرش ديالها وفي الدراع ديالها. كنشوف واحد من الرجال ديالو هاز واحد الخنجر وجاي قاصد
قصدني. كنحاول نغوت ولكن فمي مسدود، كنحاول نغوت غير بالانين. طلع لي جزء من القميص ديالي حتى بانت الكرش. 3 الرجال الاخرين جايين هازين حتى هما الماس وقاصديني. هما يتفرقوا على الجسم ديالي كاملين وحاولوا يديروا داكشي اللي قال لهم الزعيم ديالهم. بداو تيشقوا الجسم ديالي بواحد الرسوم اللي ما عمرني ما شفتهم وما فهمتش المعنى ديالهم. قرب الزعيم ديالهم وهز الدم اللي كان عندي في الدراع ديالي، رسم ليا في الجبين ديالي شي حاجه، شبك السمعان ديالو هو يقرب لعندي وبدا تيقرا شي حاجه انا ما كنتش فاهمه شنو كيدير، حتى حسيت بشي حاجه كتخرج من الجسم ديالي بحال دوك الرسوم والجروح اللي كانوا عندي في الجسم ديالي عباره عن بوابات لعوالم اخرى. قرب الزعيم بالموت لحدا العين ديالي اللي صريه، كان كيحسب لي بلي راه بغا يفرقعها. كنشوفو كيحاول يجرح هذه المنطقه هذه ما بين الحاجب والعين باش نتاكد من موراها بلي راه بغا ياخذها وما فيها حتى شي ضرر. من طبيعه الحال كنحاول نقاوم وكنغوت وتنتركل لدرجه انه ضربني بواحد الضربه للصدر ديالي، حتى النفس ديالي حاولت تقطع ويقول لي خليني نكمل داكشي اللي بديت كنحاول غير نسترجع الانفاس ديالي من القوه ديال ديك الضربه اللي عطاني، ولكن الجسم ديالي بكل بساطه استسلم. حتى كنسمع واحد الصوت اللي مألوف بالنسبه ليا، كنهز راسي كنلقاه ناشل تيغوت وتيقول لهم بعدوا لي هاد الشياطين. الملامح ديالو كانت مرسوم عليها الرعب وانا عارفه بلي راه ما قادرش يفكني. بداو دوك الرجال غاديين قاصدينو حتى بدا تيقرب على الطلاسم باش يحاول يبعدهم عليه. قرب من حدا داك الزعيم ديالهم اللي كان كيحاول يحيد لي عيني من بلاصتها بلا ما يأذيها. كنسمع داك الزعيم كيامر الرجال ديالو كيقول لهم حاولوا تخليوه ما يقرا حتى شي طولسم حتى نكمل هادشي اللي بديت وغادي نتفاهم معاه من بعد. قرب مني مره اخرى ولكن قبل ما يكمل المراسم الشيطانيه ديالو كنحس بواحد الطاقه اللي جبداتو بالجهد، وكنسمع الصوت ديالو وهو تيقول ليه بعد عليها. كان الصوت ديالو بمثابه داك النور اللي كيضوي كل ما عشت من الظلمه. هاد التجربه هادي وهاد الالم اللي كنت كنحس به في هاد الوقيته كنشوف انير واثري يقدر يقيد الرجال ديالو بالطلاسم، ما بقى الا الزعيم ديالهم محاصر في وحده من زوايا ديك الغرفه تحت الاهرامات. ضحك الزعيم ديالهم بواحد الضحكه ديال الشر ويقول له هو كيشوف في البطن ديالي اللي مجروح واش كيحسب لك انا راني بوحدي، راك هي كتخربق الشري. كانت الملامح ديال انير واثري كتحول للرعب من بعد ما كيشوفوا في البطن ديالي. حاولت نستوعب شنو طاري، كنشوف في البطن ديالي حتى انا كيبانوا لي مخلوقات كثيره كتخرج من البطن ديالي. ويقول لهم الزعيم راني فتحت بوابه العالم تاعي. واحد شي شويه كنشوف دوك الشياطين كتهجم على انير واثري، الاجسام ديالهم بداو كياكلوا العصا حيت انير ما كانش قادر يسخر حتى شي واحد من الجنود ديالو. كنت كنشوف غير نهج اللي كيحاول يحمي. رجع الزعيم ديالهم كيحاول يكمل المراسم اللي بدا، مازال ما تحرك ولا دار حتى شي حركه حتى تينقض عليه واحد الكائن اللي كيفتك بيه. الجسم ديالو تقطع الاشلاء ويطيح الدم على وجهه بحال داك السيد ما عمرو ما كان كيحسب لي بلي راه واحد من الشياطين اللي سخر هو اللي تقلب عليه. حتى كنحس بشي واحد تيفك القيود ديالي وتيقول لي ما تخافيش انا راني هنا باش نعاون. مع فك القيود ديالي بدا كيقرا طلاسم باش يحاول يفك القيود ديال الفم ديالي ونقدر نهضر. هضرت وانا نقول ليه بواحد الصوت اللي عيان انير واش هذا انت؟ حسيت به هز لي راسي من الارض بواحد اللي يمسح باليد الاخرى بالكمامه ديالو الدم اللي طار لي على وجهي. دورت وجهي باش نحاول نفهم شنو طاري. كان اثري مازال كيتحارب مع دوك الشياطين وهو ناشل. هزيت راسي كنشوف دوك المخلوقات باقا كتخرج من البوابه اللي كاينه في البطن ديالي. تخلعت وانا نقول لانير راه خصنا دابا نسدوا هذه البوابه. قال لي انير هو مخلوق ما عارفش، قال لي انا ما عارفش كيفاش. بديت كنفكر شنو وانا نقول ليه مسح هاد الرموز اللي كاينه في الدراع ديالي. قال لي انير ولكن راه مرسومه بالموس. قلت ليه حيت رسمات بالموس غادي نمسحوها بالموس. خاف عليا قال لي راه هادشي غادي يقدر يأذي. قلت ليه وانا كنضحك غير دير داكشي اللي قلت لك انا غادي نتحمل الالم. قرب عندي انير هز واحد من دوك المواس اللي كاينين تما في ديك الغرفه، جاي قاصدني وعينيه حامرين بالدموع وتيقول لي غير سمحي لي. بدا كيرسم خطوط اللي مخربقه هكا ها وكيمسح داك الرمز اللي كان مرسوم تما. الدم كنشوفو هابط بغزاره من الجسم ديالي، ما دازو الا بعض الضربات حتى كنحس بداك الرمز راه اختفى مابقاش باين. ويدوز اليد اليسريه ديالي بغا يبدا يمسح عاوتاني داك الرمز من اليد اليسريه. صراحه عمليه اللي كانت صعيبه بزاف وكلها الم، ولكن الالم ديالها كان اقل من الالم ديال انني نفقد صحابي. ما جا فيني نكمل حتى دار عندي ويقول لي راه باقا البوابه مفتوحه. بديت كنقول ليه خربق ليا في كرشي حتى هي قطعها ما تخليش داك الرمز ديال البوابه باش يبقى محلول. قال لي ولكن راه هادشي يقدر يأذيك يقدر يقتلك كاع. قلت ليه دير داكشي اللي قلت لك ما تعاودش تناقش. يلاه كان غادي للبوابه اللي كاينه في البطن ديالي حتى كيهاجموا واحد الشيطان وهو يضرب. ما جات الضربه ديال داك الشيطان توصل لانير حتى داك الكائن اللي كان سخرو انير تك داك الشيطان وهو يقول ليه تحت الامر ديالك اسيدي. قال لي انير انا غادي نخربق ليها في البطن ديالها وانت حميني من اي شيطان كيخرج منها. بدا انير كيقرب ليا واي شيطان كيحاول يهجم عليه كان داك الكائن من العالم السابع كيفتك به. قلت ليه حاول الجرح ديالك يكون اعمق من الجرح ديالهم هما باش يتمحرم. قال لي انير ولكن ما خليتوش فين نكمل هضره. قلت ليه سير كمل داكشي اللي قلت لك دابا ديرو. بدا كيشق الجسم ديالي ودوك الجروح غاديين كيكونوا اعمق والالم ديالهم كان كبير لواحد الدرجه ما كتصورش، ولكن الالم ديال انني نفقد الناس اللي كنت كنبغيهم وكنخاف على حياتهم كان غادي يكون اكبر. الامر استغرق بزاف ديال الوقت باش يدير اخر جرحه باش يسد البوابه. بدا التحرك ديال داك الكائن العالم السابع بدا كيفتك بدوك الشياطين اللي كاينين في الغرفه كاملين حتى الرجال ديال داك الزعيم قتلهم. في ديك اللحظه جاتني الدوخه بديت كنحس بواحد الصفير في الودن ديالي وكنحس بالهدوء غادي وكيقرب واحد الهدوء اللي في شكال حتى كيقرب لعندي انير تيغوت قنديشه مالك واش انت بخير. قرب عندي نهجو اثري والاجسام ديالهم كانت كلها دمايات حيت المعركه ما كانتش سهله. اثري طلع لي الدم ويقول لنا كان بامكاننا نغلقوا هذه البوابه بلا ما نوصلوا لهذه المرحله هذه. قلت ليه كنت سنينا حتى المرحله واحده اخرى كنت غادي نفقد شي واحد منكم وانا هادشي اللي ما بغيتش. تنقز انير تيقول لهم شنو دابا ها انت البطن ديالها ويديها فيهم الجراحي اللي خايبين بزاف. هضرت معاه وانا نقول ليه والدم تيخرج ليا من فمي ماشي مشكل حتى الموت راه حل باش نحصلوا على الحريه.